الموقف اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده هو ممكن يبوظ الفرح، ممكن يقتل الفرحه. يعني ما ينفعش ان العريس يبقى متفق ان احنا حجاب كامل وتيجي تقولي انا بس هيو هيو هيو. ما ينفعش. انا بس هبين حاجه صغيره عشان تعمل راوندنج للفيس فيطلع شكله لا. تحجبي عشان نبقى يا ستي يلا ريحيني بقى. عايزه تتحجبي ولا لا؟ دول مش هتكلم تاني. انا مش عايز اشوف حد، انا عايز اشوفك انت رابطه شعرك كده ومتحجبه. يا رب نعمل كده بقى. ماليش دعوه. لا لا ده مش شعري. شعرها لحد هنا وانا شايف. ايوه ما هو اللي ورا ده اللي ورا ده يا ستي يلا ريحيني بقى. عايزه تتحجبي ولا لا؟ دول مش هتكلم تاني. مواقف زي دي بتتكرر كتير، وللاسف تبعيات الموضوع ده ان العروسه كده كده بتتحجب او الفرح بيبوظ، او لو مش هيقتل الفرح فهو قتل الفرحه نفسها. احنا في فرح ومعازيم وناس، بس العريس نفسه مش مبسوط، العروسه نفسها مش مبسوطه ان هو مش مبسوط. وبرضه بيسيب ذكرى سيئه جدا. والسيشن بيعدي اسوأ ما يكون، قاعدين في العربيه الاتنين مقفولين من حياتهم. فيا ريت نلتزم باللي احنا متفقين عليه وبلاش مفاجآت، لان بتيجوا السيشن متخانقين وفي بعض الاحيان بتمشوا برضه متخانقين. كان معانا عروسه في يوم بسبب حاجه زي دي برضه ما بداتش تفك او ما بداتش تضحك غير في اخر صوره في الفوتو سيشن. فبلاش نبوظ فرحنا بايدينا.